بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين واحلى عيلة على كوكب الارض؟ طبعا ده الانتري بتاعي. اكيد دلوقتي بتقولي هو ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ يعني ايه التغيير الرهيب ده؟ انا بالنسبة لي التغيير يعني شاسع بصراحة، يعني تغيير فوق الفظيع. طبعا ده الانتري بتاعي الاني بيتي العادي خالص، بخددياته بمفرشه بسلطاته ببابا غنوجه. طبعا الانتريه ده انا كنت لسه مغيراه وكده. لكن يعني الواحد بيحب التغيير وكده، فلقيت كفرات كده على جروب على الفيسبوك اسمه جولد لاين. زي ما انتوا شايفين ده اللوجو بتاع الجروب. فعجبني قوي الموديلات اللي على اسمه ايه، على الفيس، على الجروب يعني. صفحة كده مشتركة فيها، فلقيت اشكال حلوة كتير قوي هتظهر لكم دلوقتي على الشاشة. ومن ضمنهم التايجر المشجر الاسود في ابيض ده. ده لكرة وفي استك كده، هي تلبيسة بتتلبس للانتريه. ده المشجر ب550. ما تتخضوش من السعر، ولكن بأمانة والله العظيم بيغير ملامح الانتريه خالص. بتحسوا ان انتريه غير الانتريه. يعني انا عايزه اقول لكم بصوا، ده لكرة، عارفين انتوا لكرة كده استريتش زي القماشه اللكرة، عارفين انتوا الاسدالات اللي هي اللكرة التقيله دي؟ هو نفس القماشه كده، ولكن بقى متخيط تخيطه حلوه قوي، شكله جميل جدا. قماشته حلوة قوي، ناعمة قوي. يعني انا ولادي حبوا الانتريه وما كانوش بيقعدوا عليه. يعني القعدة بقت مختلفة، حاجة كده جميلة. طبعا اشكال كتير من ضمنهم الانتريه زي ما انتوا شايفين. الكفر كده جميل اهو، الاستيك من تحت كده ماشي. في اشكال كتير قوي. المشجر ده ب550 زائد التوصيل بتاعه للبيت 50 جنيه، يعني التوتال كله 600 جنيه. ولكن الكفر جميل، هو بيبقى جاي واسع قوي قوي، يعني هو بيبقى كبير اكبر من الكنبة. طبعا لما بتتواصلي معاهم بيقولك صوري لي الانتريه بتاعك اذا كان مربع ولا اذا كان جامبو زي بتاعي كده. هما بيسموه جامبو. طبعا انا صورته وبعته، فهم بعتولي اللي هو الكبير دوت علشان ياخد مساحة الانتريه كلها ويغطيه يكسيه. كمان انتي بتدخلي بقى من الجوانب كده وبتظبطيه، يعني بيبقى بياخد شكل رسمة الانتريه بالظبط. يعني هو بيبقى رسمة الانتريه بالظبط. بصوا هو لكرة كده استرتش، لكن جميل. وهو كبير كبير قوي، يعني هو اكبر من الانتريه بكتير جدا. بصوا زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا فرشته على طول علشان اوريهولكوا. هتشوفوا يعني بغض النظر عن السجادة مش ماشية خالص مع الانتريه، بس انا حبيت ان انا يعني خير الناس انفعهم للناس زي ما بيقولوا. انا فرحانه بيه وبشكله وانبهرت بصراحه لما فرشته. جميل جدا، مع اني كنت قليلة الذوق شويه. لما جالي الطقم كلمت صاحب الجروب بطريقه مش حلوه، يعني مش لذيذه. قعدت اقول له نظام الكرسي لا، انا صورت الانتريه ومش عارف ايه، واتكلمت معاه بطريقه مش مستحبه يعني. وقال لي يا مدام حضرتك، انتي الكرسي ما بيجيش نفس الشكل، انتي هي بتبقى تلبيسة واسعة، وانتي اللي بتظبطي الكفر على شكل الكرسي بتاعك، شكل الانتريه. فبعد كده فهمت الموضوع يعني. المهم انا رجعت اتأسفت له تاني وقلت له انا اسفة على قلة يعني على الظن بحضرتك، يعني ان انتوا بعتوا حاجة مش هي، او بعتوا حاجة غلط او كده يعني. المهم يعني صلحت الموقف وقلت له انا اسفة جدا، تأسفت له. وحبيت ان انا اوريكم الانتريه بتاعي الجديد. انتريه جديد، ده انتريه جديد ملهوش علاقة خالص بالانتريه النبيتي. صح بأمانة؟ يعني ايه رأيكم؟ طبعا اقترحوا عليا بقى، قولولي لون السجادة اجيبها ابيض اللي هي الشعر، ولا اجيبها اسود سادة؟ لاني علشان مشجر لازم يبقى حاجة سادة منهم. طبعا الخداديات هاخد مقاساتها وهعمل لها اكياس زي ما انتوا برضو شايفين كده. هعمل لها اكياس فرو كده، هي ابيض واسود، يعني نعمل وش ابيض وش اسود عشان يبقى شكله حلو.
يا اما اجيب كفر للسجادة، يا اما ان شاء الله اجيب سجادة. تمام. يا ريت نحط لايك، واللي مش مشترك يشترك وفعلوا الجرس، علشان انا بزعل لما بشوفش لايكات. حطوا لايكات وبطلوا البخل. حطوا لايك، اللايكات بترفع من روحي المعنوية. قولوا لي ايه رأيكم في الطقم كده، وقولوا لي السجادة اللي تناسبه. اشوفكم على فيديو جديد. باي باي.